ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده. النهارده ان شاء الله هنعمل بسكوت بمقادير بسيطه جدا جدا. هنا في الكبه بيضه، الفانيليا اللي بالبرتقال، معلقه سمنه واحده بس، معلقتين زيت بالظبط. يبقى هنا بيضايه، كيس الفانيليا على البرتقال، معلقه سمنه، معلقتين زيت، كله في الكبه، نص كوبايه سكر. بالتالي ما فيش ابسط من كده مقادير. نضربهم في الكبه طلعوا بالشكل ده. هنحط عليهم معلقة صغيرة بيكنج باودر، تمام زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. مقادير بسيطة جدا، تعمليها كده وانت واقفة في المطبخ، مفيش اي مجهود ولا اي حاجة. الدقيق طبعا بالتدريج، هي اخدت مني حوالي كوباية ونص. تحط الدقيق بالتدريج عشان العجينة ما تشققش منك وتنشف. نفضل نحط بالتدريج كده بالراحة، يعني نطول بالنا كده شوية. تمام، لحد العجينة ما تلمي معاكي. ولو شققت منك ضيفي يعني معلقة لبن كبيرة كده. بس ان شاء الله لو مشيت على الخطوات دي مش هتشقق منك او تفرول منك خالص. بقت عجينة جميلة وطرية وحلوة جدا. نشكلها بقى باللي انت عايزاه اعمليه. انا عملت هنا بالبسطامة، وعملت الشكل التاني ده بغطا كده ازازة اهو. القطع تعمليها صغيرة خالص لان هي لسه هتفرش. عملت معايا بالظبط 36 قطعة في الفرن بالظبط. 10 دقايق طلعت بالمنظر الجميل ده. بجد حلوة قوي قوي قوي، بتقرمش، وكفاية ان هي مقاديرها بسيطة. في يعني على طول كده بتعمليها بسرعة. جربوها وانا متأكدة ان شاء الله ان هي هتعجبكم. بجد الطعم جميل جدا جدا، بتدوب كده وبتقرمش وحلوة قوي قوي. والكمية البسيطة دي، المقادير البسيطة دي طلعت كمية كويسة. حلوة جدا، اتمنى ان انتوا تجربوها. مع السلامة.